وبغض النظر بقى عن انتهاء قصة الحب العظيمة دي بنهاية سعيدة أو حتى حزينة، بس اللي فضل لنا منها هو الشعر العبقري اللي خلت حب عنتر لعبلة لدرجة إنه استهل المعلقة بتاعته بذكر عبلة: هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي؟ يا دار عبلة يا دار عبلة بالجواء تكلمي وعمي صباحا دار عبلة واسلمي. ولو قريت بقية المعلقة هتلاقي معظمها بيتكلم عن حبه وغزله العفيف في عبلة، وفي معظم أبيات القصيدة كان بيحكي لها عن قد إيه هو قوي وشجاع في أرض المعركة. فكان بيقول لها: هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق صغرك المتبسم. وبيكمل بقى القصيدة وبيقول لك: أنا اللي بيبسطني في المعركة مش الغنايم، أنا بيبسطني إن هم لما بيشتد بيهم القتال بينادوا عليا. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. بيقول لك بقى مش الجبنة اللي بيسيبوا المعركة وبيمشوا هم اللي بينادوا عليا، لا ده الفوارس اللي في قلب المعركة هم اللي بينادوا عليا.